يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي، قناة المخرج البير أنطون. الريل النهارده هكون بتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي هتمتحن في المعهد العالي للفنون المسرحية أول اختبار، وهو اختبار المونولوجين. في حاجة مهمة جدا 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 لازم نكون بنعملها. لازم تتعودوا كممثلين ان انتوا تفصلوا نفسكم عن الأجواء اللي حواليكم. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا لما هتخشوا المكان اللي هتختبروا فيه هيبقى موجود مثلا 3 4 5 9 10 دكاتره، فاحنا ملناش دعوه بالرياكشنات بتاعه الدكاتره. ومن اهم الدروس اللي انتوا هتتعلموها لما تخشوا المعهد ان شاء الله ان ازاي الممثل الشاطر يفصل نفسه عن العوامل الخارجيه. كل دكتور منهم او كل استاذ منهم جاي من خلفيه مختلفه، جاي من بيئه مختلفه، جاي من ظروف مختلفه. وارد ان يكون دكتور مثلا جاي من مشوار بعيد والدنيا حر وبتاع فيبقى قاعد مش طايق نفسه، دكتور تاني جاي مبسوط سمع خبر حلو فمبسوط، دكتوره تانيه مثلا متخانقه مع جوزها فهي جايه مش طايقه اي حد تشوفه. ففي ظروف مختلفه، لذلك مش عايزين الاداء بتاعنا يتاثر برياكشنات الدكاتره. انت ليك الدايره بتاعتك اللي انت قاعد فيها كممثل وبتبتدي تأدي ومش شايف حد قصادك، ودي حاجه مهمه جدا عشان احنا ما نفقدش التركيز بتاعنا واحنا بنعمل الاداء بتاع المونولوجين. في حاجه تانية مهمه برضو ممكن تحصل وتاثر على الاداء بتاعنا، ودي انا اتكلمت عليها في اكتر من حلقه قبل كده، والنهارده حد من الاصدقاء كلمني وفعلا حصلت معاه. اللي حصل ان هو كان لسه بيقول في اول مونولوج اللي هو اللغه العربيه، فما كملش دقيقتين فالدكاتره قالوا له خلاص ستوب كفايه كده. فطبعا وارد ده يحصل، وارد يقولوا له طب خلاص خش على المونولوج الثاني اللغه العاميه، او وارد يقولوا خلاص كده كفايه. ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل لسببين لا ثالث لهما. اول حاجه ان هو الدكتور يكون استشف ان اللي بيقدم المونولوج ده مش فاهم يعني ايه تمثيل وبيعك يعني من الاخر يعني، فخلاص يقول له شكرا عشان ما يضيعش وقت، اللي في ناس كتير اولى بالوقت ده. وده زي ما انا نبهت قبل كده في الحلقه اللي فاتت، في رولز وفي قواعد لازم نكون بنعملها واحنا بنأدي المونولوج. والسبب الثاني اللي هو الدكتور بيقول لنا خلاص كده كفايه، ان هو ممكن يكون برضو انه شايف ان الممثل ده شاطر، فخلاص انا بالنسبه لي لما حد بيبعت لي اي مشهد عشان اقيمه، انا بالنسبه لي هو 30 ثانيه كفايه جدا عشان اعرف ان هو ممثل موهوب او موهوم اساسا وملهوش في التمثيل. هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتي، فيها اكتر من حلقه فيها شكل الاختبارات وفيها ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا، وبالتوفيق لكم جميعا. شكرا.